بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في قناتي، قناة وصفة في المطبخ. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا احنا في بداية شهر شعبان، وان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. ربنا ان شاء الله يكون في عون الجنوب التركي والشمال السوري والبلاد المنكوبة بحادثة الزلزال اللي كلنا سمعنا عنه وعرفنا بيه. ربنا يرحمنا يا جماعة إن شاء الله برحمته الواسعة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكريب. زي ما انتوا شايفين العيش كريب، بصوا ما شاء الله طري جدا جدا. انا بتني وافرد فيه ما شاء الله، وهو بيتفرد معايا زي الفل، لا بيتقطع مني ولا بيجراله اي حاجة. زي ما انتوا شايفين بتني كده وافرد وبيرجع معايا تاني زي الفل ولا اي حاجة، لانه ما شاء الله العجينة بتاعته حلوة جدا جدا وناجحة جدا جدا. وبالتالي بصوا قابل معايا ان انا اتني وافرد فيه براحتي خالص خالص، ويرجع تاني زي ما هو. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا معلقة ملح، ومعايا معلقة سكر، ومعايا بيضة. في البداية كده كل كوباية دقيق ليها كوباية مية، بنفس المعيار اللي حطيت بيه الدقيق حط بيه المية. كل معيار ليه معيار زيه بالظبط. هتحط بكوباية، هتحط بطبق، هتحط بأي حاجة هتعايري بيها، نفس المعيار هيكون زي دقيق واحد، دقيق قصاده واحد مية بالظبط. وهتضربيه جامد جدا كده بمضرب البيض او بأي حاجة. المهم اهم حاجة ان ما يكونش فيه كلكعة، عشان يكون قوام حريري كده، يكون القوام بتاعه زي كريمي كده وحلو. مفهوش كلاكيع خالص خالص. تضربي جامد فيه زي ما انت شايفة. بصي ما شاء الله جميل جدا، مفيهوش اي كلاكيع، الله اكبر. ضربتيهم خلطتيهم في بعض. هاتي البيضة حطيها بقى في وسط الخليط ده وكملي ضرب. زي ما قلنا احنا حاطين معلقة سكر ومعلقة ملح. مفيش يا جماعة لا خميرة ولا اي حاجة، هو الدقيق والملح ومعلقة السكر والمية وخلاص، مفيش اي حاجة تاني. والبيضة مش عايزة كمان تحطي البيضة، استغني عنها خالص خالص، مش هتأثر جامد يعني. في ناس بتحط لبن، حطي لبن، حطي كوباية لبن، حطي الكمية اللي انت عايزاها من ضمن المواد السائلة. يعني لو هتحطي كوباية لبن حطي 3 مية. آه، يعني قسمي المواد السائلة. شوفي بوريكي ازاي القوام سائل ازاي. بصي درجة السيولة بتاعت القوام. يلا بينا هنعمل الكريب بتاعنا. هجيب طاسة غير لاصقة وهمسحها بمنديل كده فيه زيت، مش الفرشة طبعا لان الفرشة هتديلك زيت كتير في الطاسة. المنديل هتمسحي بيه، هي حلو جدا جدا. جربيه كده هتلاقيه جميل جدا في مسح الطاسة بتاعت لما تكوني هتعملي كريب ولا حاجة، بياخد منك اي بواقي في نفس الوقت بيدهن الطاسة بالزيت، بزيت خفيف جدا جدا. انا حطيت معلقة وربع كده في الطاسة من الخليط بتاعي بتاع عجينة الكريب، وهسيبها. بصي زي ما انت شايفة كل مالها ما بتنشف معايا، بصي كل مالها ما بتشرب. انت شايفة الابيض، النقط الحتت البيضة دي لسه معناها ان هو لسه ما استواش. بس بشيله كده من على الجناب، مش هيشال معايا لان لسه فيه. هتاني اشوفه كده. بصي ما شاء الله خلاص ابتدت اهي، استوت معايا خلاص. هبتدي اشوف بقى ان انا احاول ان انا اقلبها بالراحة كده عشان ما تتقطعش مني. هدخل تحتيها اي حاجة تكون انت متحكمة فيها، بحيث ما تتقطعش منك علشان تقلبيها بيها يعني. ممكن كمان اللي هي المساكة دي اللي هي فوق وتحت كمان ممكن تقلبي بيها. بصي قلبتها ما شاء الله. بصي شايفة لونها جميل جدا جدا. مش هتاخد منك اكتر من 20 ثانية على الوش ده، و20 ثانية على الوش التاني، وهتلاقيها ما شاء الله خدت اللون الجميل ده. انا مش عايزة لون جامد يعني، هو كده يعني اهم حاجة عندي انها تستوي. عندي ما استوت خلاص. بصوا كده انا زي ما انتوا شايفين قلبها على الوش التاني، شايفين.
هي اول ما هتستوي هتحركيها كده، هتلاقيها اتحركت مع روحها كده وحديها، مش محتاجة. بصي هترفعيها هترفع معاكي. بصي شايفة؟ ما شاء الله جميلة جدا، استوت فوق واستوت تحت. هوريكي واحدة تانية. بصي هاخد مغرفة وهاخد شوية تاني، نص مغرفة او اقل كمان، وهحطهم في الطاسة كده، هبعدها عن النار وابتدي الفها كده بالراحة بالراحة بالراحة، بحيث تغطي معايا كل آه الطاسة كلها كده، تتملي بايه؟ بالعجينة. حطها على النار واسيبها كده لحد زي ما قلنا تنشف. قبل كده كل البياض اللي انتوا شايفينه ده كده ينشف. شايفين ما شاء الله جميل، روعة وطري وجميل جدا جدا. وريحة العجين وريحة سوى العجين في البيت يا جماعة خير والله وبركة، وجميلة جدا جدا. بتملى البيت بالخير وتملى البيت بالبركة ما شاء الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بقلبها وبعدلها عشان اوريكم السوا بتاعها شكله ايه. هنروح شايفين ما شاء الله طرية جدا، مهما قلبتي ومهما عدلتي فيها هتلاقيها جميلة وطرية، ومش هتلزق منك ولا تضايقك. بصوا هنروح بقى للعجينة التانية اللي هي في الطاسة اللي احنا بنسويها. هي كده ايه، خلاص او شكت على السوا من الوش. بصي قلبتها، شايفة ما شاء الله جميلة، خلاص استوت. اتحركت معايا، بصي انا بحركها ازاي، اتحركت معايا ما شاء الله جميلة وحلوة جدا ما شاء الله. الله اكبر. والريحة يا جماعة، ريحة سوى الكريب ده رائع جميل جدا ما شاء الله. الله اكبر. شوفي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ابتدي نعمل واحدة تانية اهي وقلبناها. اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله. وبحطها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنبتدي نجيب المنديل برضه ونمسح. بصوا كان في واحدة لما ما مسحناش الطاسة، فخدت من اللي هي الحبات الغامقة اللي كانت على البتاع دي، عشان ما كناش مسحنا الطاسة بالمنديل. يلا هناخد واحدة تاني. هي زي ما انتوا شايفين انا بكرر العميل يعني بكرر واحدة ورا التانية ورا التالتة عشان تشوفيها بدقة جدا اتعملت ازاي. بعمل الطاسة كده يمين وشمال كده لحد ما الطاسة تتملي بالعجين بتاعي وتبتدي تستوي. بصي بسيبها كده على النار. بصي شايفة يعني بتبتدي واحدة واحدة واحدة، ويروح اللون الأبيض ده زي ما انت شايفة، اللون اللي في النص ده الأبيض ده شايفاه. أول بصي يعني بيبتدي يختفي واحدة واحدة كده، واحدة. بصوا كل ما بيقل وكل ما يقل معناها ان هي استوت. بصي باقي فيها حتة صغيرة كده اهي في النص اهي. هنبتدي نشوف اهي ابتدت تتحرك اهي، خلاص معناها ان هي استوت. هنبتدي نحط الكفة دي تحتيها كده عشان نقلبها. وبصي يعني بالراحة كده هتحطي الكفة تحتيها وتقلبيها. انا قلبتها بايدي بس انت ما تعمليش كده، عشان طبعا مش كل الناس بتعرف تقلب بايديها، عشان ايدك ما تتلسعش الله لا قدر. فانت بتقلبيها كده، وحتى عايزة يعني لو اتنت منك بتتفرد ما بتجراش حاجة. ليه؟ لانها مستوية. هنعمل واحدة تاني برضو تأكيدا للطريقة، مغرفة ونص. زي ما قلتلك المغرفة دي انت حسب حجم الطاسة بتاعتك، الكمية بتاعت العجين حسب حجم الطاسة بتاعتك. انا يعني الطاسة بتاعتي كان مقدارها يعني مغرفة ونص او اقل من نص شوية. انت لو طاستك اوسع من كده طبعا هتديها اكتر، لو اقل هتديها اقل. طبعا كلنا ستات بيوت وكلنا يعني يعني عينينا بتميز الحاجة. فسبحان الله. يعني تعرفي ازاي تعملي
الكمية المناسبة للحاجة اللي انت بتعملي فيها. شايفة؟ بصي، عايزة اقولك لو معاكي بنوتة صغنونة ولا بنوتة عموما، دربيها يعني، وقفيها. انت بتعملي الكريب ده، خليها تعمل واحدة ولا اتنين. ايه وايه يعني لو باظت منها حاجة ما فيش اي مشاكل. دربيها يا جماعة، لازم ندرب بناتنا على شغل المطبخ وعلى شغل البيت عموما، لان في النهاية البنت ست بيت، ما هياش حتى لو وزيرة، حتى لو طبيبة، حتى لو اي حاجة، في النهاية هي ست بيت، ومطلوب منها انها تعمل اكل، مطلوب منها ان هي تراعي بيتها وولادها، مطلوب منها اي حاجة تخص البيت. فلازم انتي مطلوب منك ان انتي تدربي بنتك على كل حاجة، وإلا انتي مسؤولة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبنتك انتي مسؤولة منها، اي حاجة لازم ان انتي تدربيها، لازم تكون مميزة في بيتها، لازم يكون ليها البصمة الخاصة بتاعتها، ما تكونش اي واحدة وخلاص، ولا تكون تقولك انا هجيب شغالة، انا هشتغل معرفش ايه. لا، ما فيش يعني القدرة المادية لكل البيوت دلوقتي يدوب كل واحد على قده. وحتى لو عندها قدرة مادية مش هتسيب بيتها للشغالة تشيل وتحط فيه، وهي ملهاش رأي ولا ملهاش نظرة يعني. ف يعني من خبرتي ومن وجهة نظري الخاصة بيا، ان لازم كل البنات تتعلم شغل البيت، زي ما بتتعلم في دراستها تتعلم شغل البيت. ما هياش ميزة ان انت تبعديها عن الشغل، وتبعديها عن المطبخ، وتبعديها عن رأيها في البيت. لا، يعني خليها تاخد راحتها في عمل اي حاجة. ايه يعني تبوظ معاكي؟ ايه يعني اي حاجة تتكسر؟ ايه يعني حاجة تخرب؟ ايه يعني حاجة تترمي؟ ما هي بتتعلم، طبيعي ان اي حاجة تخرب منها. ما تكونيش انت المسيطرة والمهيمنة وتسيبي بنتك كده بعد كده تروح اي مكان تكون مش عارفة تدبر نفسها فيه. بوريكي ازاي الفطيرة طرية، ازاي اسفة رغيف الحواوشي ازاي. بصي طري، انا ازاي انا بتني وافرد فيه، وازاي هو بيرجع زي ما هو ما شاء الله، لا بيتقطع ولا بيتخدش حتى، ما شاء الله. بصي بتني وافرد فيه، عمالة اتني وافرد فيه، وهو بيرجع تاني زي ما هو كأنه لسه مطلعاه. بصي، شايفة؟ طري جدا 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 ما شاء الله، وجميل جدا جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده يا جماعة، الفيديو طول مني، فانا قسمته على اتنين: فيديو للعيش بتاع الكريب، والفيديو التاني للحشوة بتاعة الكريب. بتمنى منكم ان انتوا يعني لو عجبكم الفيديو تشتركوا معايا لو ما كنتوش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس، وكمان تنزلوا كده تحطوا لي لايك، وتعملوا لي كومنت كويس ودعوة كويسة من قلبكم ليا ان شاء الله، بالتوفيق وبصلاح الحال ان شاء الله. آه، وتروحوا للفيديو التاني. اوعوا تنسوا الفيديو التاني يا جماعة، هنزله برضو ورا ده على طول ان شاء الله. كمالة الفيديو فيه حاجات مش هتشوفوها الا في ساعتها. كملوا شوفوا، كملوا يعني ان انتوا تشوفوا الفيديو كامل، مش تفتحوا الفيديو وتجروا كده وتبعدوا. لا، الفيديو فيه حاجات والله مفيدة جدا جدا، يعني حصرية، مش عايزة اقول حصرية لكن هي فعلا حصرية، لان في حاجات وتكات مش موجودة في اي مكان تاني. شوفوا الفيديو بالكامل، وبتمنى لكم طبعا كل خير وكل سعادة، وكل سنة وحضراتكم بألف صحة وعافية. هتوحشوني لحد ما اشوفكم في الجزء التاني من طريقة عمل الكريب. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويا جماعة اللايك يا جماعة، اللايك بيرفع من مستوى ظهور الفيديو على اليوتيوب. بتمنى منكم ان انتوا ما تنسوش اللايك. ولو كنت بتشوفيني وما اشتركتيش فضلا وليس امرا، اشتركي معايا وفعلي زر الجرس. لو في كمان مشاركة لأصحابكم على الفيس أو على الانستجرام أو على
على اي وسيلة تحبوا تشاركوا بيها اصحابكم عشان يستفيدوا بيها، خصوصا البنوتات الصغيرات التي بيحبوا يتعلموا الحاجات دي بالذات، لان الجيل ده عايز الحاجات دي ويحب يعملها ويحب يشتريها من بره. كلنا عارفين قد ايه الحاجة دي غالية، وطعمها وطعمها عمره ما بيكون زي طعم بتاعت البيت. آه، لكن يعني دي احنا مطعمينها حاطين فيها بيض، بتاعت الشارع عمرهم ما بيحطوا فيها بيض ولا لبن ولا اي حاجة. بتبقى غالية جدا برا وبيحبوا يشتروها. طب انت بدل ما تشتريها اعمليها حبيبتي في البيت ليكي ولاخواتك، وان شاء الله هتطلع منك حلوة وجميلة جدا جدا. بس طبعا كل حاجة لابد ان احنا في كل حاجة لابد ان احنا بنتعلم، لازم نتعلم عشان خاطر نعرف نعمل اي حاجة. فالفيديو ده تعليمي واسترشادي للبنوتات الصغيرين جدا. طبعا الستات الكبار كلهم على راسي، والأخوات الكبار كلهم على راسي، طبعا كلهم أساتذة بيعرفوا يعملوا كل حاجة. كان بعلم البنوتات الصغيرين اللي خدوا طول حياتهم الجامعية ولا في المدرسة والجامعة ما بيرضوش يدخلوا المطبخ، وماما بتخاف تدخلهم المطبخ عشان خاطر ما يضيعوش وقتهم ولا عشان خاطر ما يبوظوش حاجة. لا يا حبيبتي، ادخلي وتعلمي وشوفي. الحاجة تبوظ منك فداكي، المرة دي هتبوظ، المرة الجاية ان شاء الله هتطلع منك زي الفل. اتعلمي يا حبيبتي واعملي الحاجة بإيدك. يلا اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. اوعي تنسوني الفيديو ده ليه جزء تاني. يلا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم بألف صحة وعافية وخير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.